كان ضروري ان انا بسرعه اقطع زيارتي وحضوري للمؤتمر الاتحاد الافريقي في اثيوبيا. وخلوني ابدا بكلامي ان انا اوجه التعازي مش بس كمان لاسر الشهداء، التعازي لينا كلنا، لكل المصريين. وبصراحه احنا محتاجين نتوقف عند مجموعة نقاط مهمة جدا أنا عايز أأكد عليها. خلال لقائي مع الإعلاميين امبارح بسرعة كده وأنا في طريق المغادرة، أنا قلت تعبير وهكرره دلوقتي. أنا قلت إن إحنا مصر وتجابه أقوى تنظيم سري في العالم. ده معناه إيه؟ معناه إن المصريين في 30/6 و3/7 خدوا قرار من أخطر القرارات في العصر الحديث اللي احنا موجودين فيه ده. قرار كبير قوي انتوا خدتوه. بقول انتوا يا مصريين اللي خدتوه، مش حد تاني. قلتوا لا احنا مش هنكمل. وعشان كده انا جيت يوم 21/7 وقلت انا عايز تفويض في مواجهة الإرهاب والعنف المحتمل، لأن أنا كنت متأكد إن هو ده هيبقى المسار اللي إحنا هنتحرك فيه. أنا بأكد لكم إن يوم 21/6، ومن فضلكم افتكروا التوقيت ده كويس، يوم 21/6 أحد أكبر القيادات لهذا التنظيم، إن ما كانتش هي المسؤولة عن كل شيء فيه، طلب لقاء مع قيادي آخر معايا شخصيا. أنا بقول الكلام ده وقلته قبل كده في جلسات مغلقة، لكن أنا بقوله للمصريين كلهم عشان يبقوا عارفين إحنا بنتعامل مع مين. إحنا عارفين إحنا بنتعامل مع مين. لمدة 40 دقيقة وتر هذا القيادي كان بيقول لي هنجيب أو هتلاقي من كل ربوع الدنيا ناس جاية تقاتلكم، من أفغانستان، من باكستان، من سوريا، من العراق، من مصر، من فلسطين، من ليبيا، من كل الدنيا هتيجي تقاتلكم. ده كان اليوم 21/6، يوم 21/6. أنا كنت عارف كويس قوي إن ده اللي هيحصل، وأنتم متهيألي كمان كنتوا عارفين إن إحنا هنقابل موجة إرهاب كبيرة قوي، لأن إحنا جينا على تنظيم في أقوى حالاته، تنظيم بقاله سنين طويلة جدا مستقر، بيخطط، جاهز، نافذ، ناجح في العالم. في دول بتقاد النهاردة بقيادات من هذا التنظيم. تفتكروا الدول ديت هتبقى بتعمل ايه؟ هتسيبنا في حالنا؟ شوفوا، المواجهة دي مواجهة صعبة وقوية وشريرة، وهتاخد وقت طويل، هتاخد وقت طويل، واللي بيدفع ثمن الوقت ده كل المصريين، لأن ولاد الجيش هم ولادكم، ولاد الشرطة هم ولادكم، ولاد مصر، لكن هم مستعدين يدفعوا الثمن ده عشان البلد دي، ومش بس عشان البلد دي، عشان المنطقة دي بالكامل كانت هتتحول لنار لا يعلم مداها إلا الله. أنا ببدأ كلامي معاكم بالنقطة ديت، وقلت حاجة تانية للإعلاميين امبارح. قلت لهم خلي بالكم زمان أيام الحروب ما كانش بيبقى فيه تناول لأخبار الجيش، عشان الروح المعنوية وعشان إرادة الأمة، إرادة مصر هي المستهدفة. اللي بيتعمل ده هدفه كده، فلا، احنا عارفين احنا بنعمل ايه. شوفوا تاني بقول، انتم اخترتم
وانتم الشعب المصري خياره بالنسبة لي، واختياره بالنسبة لي لما يختار أنا أنفذ هذا الاختيار بمنتهى القوة والأمانة والإخلاص. أي خيار للمصريين يختاروه، أي خيار هيختاروه أنا هنفذه. إنما الصراع ده إحنا مصرين، وأنا مدرك كويس أوي أنا بقول إيه، إن إحنا هننتصر فيه. دي معركة، مش عايز أقول الدول اللي خاضت معارك ضد الإرهاب في أفغانستان، في العراق، في حتت كتير من العالم كانت بتمشي وتسيب الإرهاب، لكن في مصر احنا مش هنسيب ده. لا احنا مش هنسيب سينا، احنا مش هنسيب سينا لحد. يا تبقى سينا بتاعت المصريين يا نموت. نقطة في منتهى الأهمية، إن روحكم المعنوية، إرادتكم وإرادة الجيش والشرطة تبقى دايما في أعلى ما يمكن. اللي احنا بنشوفه ده، أنا قلت قبل كده، ده أمر هيتكرر. أنا ما خبيتش عليكم حاجة، ده أمر هيتكرر. أنتوا فاكرين إن الناس دي، أنا قلت لكم مرة قبل كده، يا هنحكمكم يا نقتلكم، اختاروا، يا تتحكموا يا تتقتلوا. ها صحيح، انا بالنسبه لي ممكن اتقتل، ما عنديش مشكله. ايوه انا بقول لكم كده، انا مستعد اتقتل وهقابل ربنا، باللي انا عملته، تاني بقول، يا هتتحكموا يا هتتقتلوا، هو كده. انتوا قلتوا لا مش هنتحكم، قلنا احنا نتقتل مكانكم. هو الحكايه كده، انا بقول الكلام ليه؟ لان انا ما يهمنيش اي حد في الدنيا غيركم، انا ما يهمنيش غير المصريين. مستعد اقف قدام الدنيا كلها، انما تكونوا انتوا معايا. انما غير كده انا ما اقدرش اقاوم الا بيكم، انتم المصريين اللي انتوا غيرتوا الدنيا دلوقتي، وانا مش هقدر اغيرها الا بيكم. ده امر لازم يبقى واضح جدا جدا. احنا ما بنخافش وخدنا الاجراءات. وانا عايز اقول في الاخر، اللي ساعدكم واللي اداكم احنا عارفينه وشايفينه ومش هنسيبه. اقول تاني، اللي ساعدكم واللي اداكم احنا شايفينه ومش هنسيبه. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى هننتصر في هذه المواجهة بالعمل وبالجهد وبالدم. انتوا مش عارفين هم بيعملوا كده ليه؟ هو انتوا لسه مصريين عايزين تكملوا الكلام ده؟ انا قلته قبل كده وبقوله تاني، عايزين تعملوا مؤتمر اقتصادي. امبارح سألت السؤال ده، بيقول لي ايه اخبار المؤتمر الاقتصادي ايه؟ قلت لهم المؤتمر الاقتصادي دراع مصر. انتوا فاهمين يعني ايه دراع مصر؟ ايوه، احنا مستعدين نجوع ونبني بلد، ونبني للاجيال اللي جايه. فالكلام ده طالما اراده الناس وخيار الناس اللي هي المصريين على قلب رجل واحد، مفيش مشكله تاني، لا في اقتصاد ولا في اي حاجه ولا في اللي بيحصل ده. وبالتالي اختم بيها كلامي، عايز اقول لكم ارادتكم وخياركم هو
الامر النافذ عليا، اللي انتوا عايزينه انا هعمله، هتشاوروا عليه هنفذه. ليه؟ لان انا بحترم خيار الناس، خيار اهلي وناسي المصريين، ولان الخيار ده ربنا طلب مننا ان احنا نخير الناس حتى في عبادته هو، يعبدوه او حتى ما يعبدوهوش. مش احنا النهارده متصورين او في ناس متصوره انها مستعده تقتل عشان يقول لك احنا بننشر دين ايه؟ عايزين ننتبه كويس قوي لينا كلنا. وانا مش عايز اقول، هو احنا مش اتفقنا ان دور بنائنا لمصر ده دور مشترك بيني وبينكم وبين اجهزه الدوله المختلفه؟ يعني القضاء مش ليه دور في ضبط باجراءات قضائيه سريعه عشان الناس تشعر؟ ده مش دور؟ انا ماليش دعوه، مش هعلق عليه. الاعلام مش ليه دور في الحفاظ على الروح المعنويه ورساله وعي حقيقيه في حرب احنا بنخوضها دلوقتي؟ اجهزه الدوله كلها بجانب المصريين في المواجهه اللي احنا موجودين فيها ديت. خلي بالكم، ان شاء الله مش في الارهاب، في بناء مصر الحديثه ان شاء الله بيكوا يا مصريين. ان شاء الله مصر هتكبر رغم كل اللي بيتعمل، رغم حقد الحاقدين وكيد الماكرين. مش هيقدروا. ليه؟ بس عشان المصريين ارادتهم قويه وهم ان شاء الله على الحق. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لحضراتكم كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجهها للأمة عقب اجتماعه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة. شكرا لكم وفي أمان.